بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الفراخ الكتاكيت البلدي اليوم العاشر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه جميله وحاجه زي العسل. طبعا ده كله ايه باهتمامنا، وان احنا ايه ما نسيبش الفرخ للبرد، ما نسيبش الفرخ للحر. احنا بنظبط درجة الحرارة حسب عمر الفرخ، لان ايه الحرارة الزايدة او البرد بيأثر على ايه على تحويل الفرخ. وطبعا احنا طبعا بنقول ان احنا ما بنديش ادوية، بندي اعشاب. الاعشاب جايبه معانا نتيجه. احنا بنربي كذا دوره بهذا الاساس. الدوره اللي قبل دي كانت معانا دوره ابيض، احنا كنا مستعملين برضو معاها نفس البرنامج اللي احنا مستعملينه للفراخ كتاكيت البلد المشعر. ده بلد مشعر يا جماعه. فاحنا كنا الدوره اللي قبليها كنا مستعملينها نفس الخلطات ونفس الاعشاب اللي احنا بنستعملها. احنا لنا كام يوم كده بنستعمل من بعد يعني من اليوم الثامن بنستعمل الاعشاب. الاعشاب من اليوم الثامن علشان ان احنا نحصن الفرخ من اي اسهالات، اي اوكسيديا، كوليستيريديا. فاحنا معانا برنامج ماشيين عليه ان احنا من اليوم الثامن بنحصن الفراخ 4 ايام، وبعد كده بقى بنبطل 4 ايام. بس في ال4 ايام دول بنحاول ان احنا ننشط البكتيريا النافعه، لان في اعشاب بتقتل البكتيريا الضاره والنافعه. احنا بنستعملها عشان البكتيريا الضاره، فهي بتقتل لنا الضاره والنافعه، فاحنا عايزين البكتيريا النافعه. فبنرجع بقى بعد كده بعد ال4 ايام اللي بنديهم عشان نقتل البكتيريا الضاره، فبتبقى قتلت الضاره والنافعه. نيجي بقى بعد كده هنحاول بقى ننشطها ان شاء الله اليومين الجايين. النهارده اخر يوم معانا في العشبه، في العشبتين اللي هم للاسهالات، واللي هم عشان ما فيش اكسيديا، ما فيش كوليستيريديا وكده. احنا بنبقى ماشيين صح زي ما ماشيين مع دوره الفراخ البيضاء، هنمشي ان شاء الله برده مع دوره الفراخ البلد المشعر ده. هنصلي على الرسول على افضل الصلاه والسلام. بس حبيبتي الغاليه ما تنسينيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو منك، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. طبعا احنا ده العلف، هم حبه صغيرين، احنا مش عايزين نكتر عشان طبعا العلف ما يقعدش قدامهم. بالخلطه اللي احنا عاملين بصله النهارده، الخلطه عباره عن بصل، ثوم، ليمون. طبعا اللي معانا الكركم، ومعانا اللهم صل على النبي الشيح والزعتر. طبعا الكركم حلو جدا يعني للعظم، في نسبة بروتين. الشيح نفس الحوار، قاتل البكتيريا، قاتل اي طفيلات في بطن الفرخ، بيمنع الاسهالات هو والزعتر. بس احنا طبعا ايه الحاجات دي بتقتل قلنا الايه البكتيريا النافعه، الكركم والشيح. فاحنا طبعا بعد ما بندي الجرعه دي بنرجع نعمل ايه، ننشط بقى البكتيريا النافعه. ان شاء الله الناس اللي هتتابع معانا باذن الله بامرك يا رب هتشوف احنا هنمشي ازاي، واحنا بنمشي ازاي في الدورات اللي قبل كده. هنحط بقى ده كله كده على العلف عشان ايه نحطه لهم بقى ويعني تبقى ايه العلف ما يبقاش كتير قدامهم. يعني ما تعمليش كميه كبيره عشان ما يقعدش، عشان البصل والثوم ما يعملوش اي مشكله يفوحوا ويعملوا مشكله في الفرخ. طبعا احنا هي الخلطه اهي مش مكترين، هنخلطها بقى وايه وهنحطها للفراخ. طب احنا نزلنا طبعا بالخلطه، هم طبعا متعودين عليها. احنا ممكن من اليوم الرابع واحنا نستعمل الخلطه، البصل والثوم والليمون. خلطه جميله جدا بتنقي الفرخ من اي ميكروبات، من اي مشكله معويه. البصل مهضم، بيسرع عمليه الهضم، وبيخلي الفرخ يسحب معاكي في العلف، لان هو بينظم الهضم زي ما احنا قلنا، وكمان مضاد حيوي. الثوم برضو نفس الحاله، مضاد حيوي. يعني انت لو عندك فرخ تعبان عنده برد وعملتي الثوم والبصل والليمون حطيهم في السقايه، حلو جميل جدا برضو. بيساعد يعني على ان هو يقتل اي ميكروب، اي فيروسات. فاحنا طبعا بنستعمل البصل والثوم لو كل يوم مفيهوش ضرر للفراخ. بس طبعا ايه بالنسبه للفراخ البصل والثوم ممكن يعمل سخونيه في الدم، ما يفضلش يعني يتحط في الحر، يا الصبح بدري يا اخر النهار. البصل والثوم والليمون عشان طبعا بيصهد الجسم، احنا بنعمله عشان البرد
عشان يحصن الفرخ من اي ميكروب يجي في مع الفرخ. فطبعا انت طالما بتحافظي على الفرخ وبتمشي بالنظام زي ما احنا قلنا كده، البرنامج اللي احنا ماشيين بيه ده، ان احنا طبعا اخر يوم النهارده في الزعتر والشيح، هنحاول بقى اليومين الجايين ان شاء الله نعمل ايه تنشيط للبكتيريا النافعه، عشان طبعا احنا كده قتلناها من الشيح والزعتر. احنا طبعا بنحارب الاسهالات، بنحارب اي طفيلات في معده الفرخ. فاحنا ايه بعد ما هنخلصها ان شاء الله، هي خلصت النهارده كده اعتبر البرنامج بتاعها او الجرعه بتاعتها. هي الاعشاب برضو جرعات يا جماعه، مش بتحط كده وخلاص، كل حاجه وليها ميعادها وكل حاجه وليها اوانها. دي تحصينات، التحصينه ديت طبعا انت ما بتنزليش تحصينات، ما بتنزليش اي حاجه، فلازم ايه تحافظي بالبرنامج ده، ان انت 4 ايام تدي فيهم شيح وزعتر، وبعد كده تبطلي ايه 4 ايام، وال4 ايام دول بتدي بقى حاجات تنشطي فيهم البكتيريا النافعه. بالنسبه بقى اللهم صل على النبي، كده انت هتضمني الفرخ هيحول معاكي مش هيتاثر. فطبعا انت ايه مظبطه الامعاء بتاعته، فكده انت ايه التحويل بتاعه مش هيقف معاكي. اللهم صل على النبي. فكده ايه بنبطل 4 ايام قلنا، ونرجع نستعمله 4 ايام تاني. بس بعد ال4 ايام يعني احنا بنستمر على 4 ايام، ونفصل 4 ايام. 4 ايام اللي بنفصل فيهم دول قلنا بندي حاجات تنشط البكتيريا النافعه، وبعد كده بنرجع نديه تاني. بتبدي بقى ايه يعني تفضلي بقى كده يعني كذا لغايه ما الفرخ يبقى عندك حلو خلاص. كده انت بتعدي مثلا شهرين او حاجه، تبتدي بقى ممكن تعمليها سقوه بقى. تعملي سقوه بقى الشيح والزعتر والليمون والشاي، تعمليهم سقوه كل كام يوم كده، تعملي سقوه. احنا بنحط كده على العلف ناشف وهم صغيرين، بعد كده بتعمل سقوه. ولو في اسهالات بسيطه برضو ممكن تعمليها برضو سقوه. السقوه جميله جدا برضو، بس بتبقى 8 ساعات او 12 ساعه، 3 ايام برضو او 4 ايام تدوبلوا ورا بعض. يعني مش كل يعني تعمليهم زي جرعه من 8 ل 12 ساعه. بتحطي بقى معلقه الشيح على معلقه شاي على معلقه زعتر، تغليهم على لتر ميه. ممكن بقى تروحي ايه حطاهم على 2 لتر ميه، وتحطي معاهم ليمونه كده. بسم الله ما شاء الله، 3 ايام او 4 ايام 8 او 12 ساعه الاسهالات برضو ايه ان شاء الله هتمنع. بس احنا بنقول ايه لو اسهالات بسيطه. لو اسهالات صعبه يعني او اسهال جامد، لا يبقى لازم تجيبي ايه تنزلي علاج للاسهالات. عشان انا ما بفضلش، انا بشتغل بالاعشاب بس بشتغل بالاعشاب يعني بحصن الفرخ. لكني يعني احنا ما في المزارع المعامل بينزلوا تحصينات. احنا طبعا ما بننزلش تحصينات، لان التحصينات غاليه. هتروحي تجيبي الانبول التحصينه، اي تحصينه هتجيبيها بمبلغ وقدره، وانت عندك كميه صغيره، فمش هتروحي طبعا الانبول ده. انا كنت جايبه زمان، كنت بربي بال500 فرخ، فكنت بجيب لهم الانبول ده. لكن انت دلوقتي انت معاكي مثلا 20 فرخه ولا 10 فرخات، لا مش مستحقين ان انت تجيبي لهم الانبول. فاحنا بنعمل لهم الايه العلاج اللي هو الاعشاب، ان انت بتديها لهم وتحصني الفرخ ضد اي امراض، عشان ما فيش حاجه ان شاء الله بامرك يا رب تيجي. الكزبره برضو والكمون نحرص عليها برضو، ما فيهاش اضرار برضو. ممكن تديها كام يوم، مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع. تحصينات برضو، دي كلها تحصينات. والاعشاب طبعا انت هتجيبي الكزبره رخيصه، بيديكي قد كده ب5 جنيه، يعني ممكن يقعد معاكي فتره. الكمون غالي شويه برضو، ممكن هيديكي ب10 جنيه او كده. فكل الاعشاب دي بتقعد معاكي، يعني ممكن هتجيبي لهم ب100 جنيه. احسن ما تروحي تجيبي تستني بقى لما يجي المرض وتجيبي العلاج. والمرض لما بيجي بيضعف الفرخ وبيوقف تحويله، وعشان ترجعي بقى تاني الفرخ يرجع تاني بعد ما المرض، معاناة معاه عشان ترجعيه تاني بنفس ان انت بالحيوية اللي هو كان فيها. فاحنا غنى عن كل ده بالتحصينات البسيطة ديت والحاجات البسيطة اللي احنا هنستعملها مع الطيور، هتوصلي بالنتيجة كويسة ان شاء الله. وطبعا الناس اللي هي بتجيب الفرخ برضو مهمة قوي ان انت تجيبي التحصينات اللي هي الاولانية، عشان طبعا في حاجات اللي عرفته يعني من البائع اللي هو جبت منه، في صاب يعني ولد كده في المكان، فكل مره بيديني علاج شكل. فانا بقول له طب انا يعني انا كنت بستعمل مثلا مضاد حيوي والف د 3 اهي،
اول 3 ايام او 4 ايام لا، اداني بقى ساعتها املاح واداني حاجات كده. فبقول له طب ليه؟ قال لي هو حسب بيبقوا المكان اللي جايبين منه بيديك الدواء ده، لان طبعا بيبقى فيه مشاكل في الام، فممكن المشاكل اللي في الام دي تنقلها للكتكوت او الفرخ، فانت تيجي بعد كده تعاني معاه. فهو بيديكي بقى التحصينات، فالتحصينات مهمه ضروره، اللي هي بتاعت الجرعه اولى وجرعه تانية. والمره دي مديني جرعه تالتة، قال لي دي قاتل الفيروسات و... ورافع المناعه، الاتنين مع بعض، فاداني جرعه تالتة. انا طبعا لازم بحرص على الحاجات دي اللي انا بجيبها، لان انا مش ضامنه انا المكان فيه ايه او الام فيها ايه، فتخافي ان انت ما نقله بقى سالمونيلا، نقله اي حاجه، نيوكاسل، اي حاجه من المكان اللي جاي منه الكتكوت، فانت غنى عن كل ده. فهتاخدي الجرعات اللي هي الاولانيه والثانيه واولى وثانيه وثالثه زي ما هو هيديكي، بتستعمليهم. ده تحصين عشان انت ايه تضمني ان الفرخ ان شاء الله لو جاي في مرض يبقى انت قضيتي عليه من اولها. وبعد كده انت بقى بتستعملي الاعشاب زي ما احنا بنستعملها كده، بالطريقه اللي احنا بنستعملها، ان شاء الله تمشي بالدوره سليمه والدوره تمام معاكي. بلد ده بلد مشعر يا جماعه، جميل جدا في الاوزان، في البيض، بيرقدوا يعني بسم الله ما شاء الله. انا جبت الدوره اللي قبل دي بس ما جه في شهر 3 طبعا جه الفيروس، كان مش عارفه الفونزا الطيور او نيوكاسل، يعني كنت شاكه في نيوكاسل وكنت شاكه في الفونزا الطيور، والحمد لله يعني ما بقاش منهم الا كانوا 7 فرخات الحمد لله، هم قاعدين لغايه دلوقتي. فلازم نجيب بقى ايه دوره للبيض، عشان طبعا البيض احنا ما بنقدرش نستغنى عنه. يعني هم ال7 فرخات ممكن يجيبوا لي 2 3 4، كانوا الاول بيجيبوا بال5 وال6 وكده، فابتدوا بقى يقلوا. فاحنا لازم نعمل بقى ايه دورة تاني، عشان طبعا الفراخ كمان البلدي حلوة جدا، ان انتي بترمي لها بواقي بيض، بترمي لها اي حاجة، اي بواقي سوق، خضار، اي حاجة بياكلها، وتبص تلاقي الفرخ بسم الله ما شاء الله معاكي يعني، وبتبقى حاجة زي العسل وحاجة بلدي. يا رب اكون افدتك لو معلومة صغيرة، بس بالله عليكي ما تنسينيش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اي سؤال اي استفسار انا تحت امرك. اقول لكم حبايبي الغاليين اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.